يا سلام يا سيحة. أما نفسي بقى أفطر شوية فول وطعمية على سلطة على شوية بيض، يا لهوي بتبقى أكلة عالمية. ياه، فكرتني يا ميحة بمناسبة البيض. انت تعرف ان في مرة فرخة بيضت بيضة بس من غير قشرة؟ عارف ليه؟ ليه يا سيحة؟ قولي. لا معرفش. عشان كانت بتستخدم شامبو ضد القشرة. انت بتتكلم جد؟ تعرف يا سيحة، أنا زعلان جدا. كل شوية يجيلي واحد يقول لي على فكرة انت تنك قوي، على فكرة انت مش عارف ايه، ويفضل بقى يتك على الموضوع ده جامد قوي وكتير. يعني انا زهقت من الحوار ده. اللي انا عايز اوصله للناس يا جماعة، انا مش تنك. مش قادر معلش يا ميحة، مش قادر. اسكت 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 اسكت. كنت عايز اقول لك حاجة، هو انت مشترك في دي ايه؟ انا على اخري. تصدق انك عارف رخم يالا. يا ميحة الكلب، تصدق انا غلطان ان انا برفع عنك يا ميحة الكلب؟ يا عم مش عايزك ترفع عني، انا ما اشتكيتلكش ان انا مكتئب ولا متضايق ولا بتاع. انت مالك؟ انت خليك في حالك. طب استنى اسمع، دي هتعجبك حلوة. هسألك سؤال، عارف مين اللي اخترع القلش؟ لا معرفش ومش عايز اعرف، ما تقرفنيش ويلا غور في داهيه بقى. ما هو انت كده مش هتعرف لانه مات وما قالش. ده انت عيب. انت عيل بيضاء. اللهم توليك روح، اللهم توليك روح. انا هسكت. ما تفتحش بقك تاني طول ما انت قاعد جنبي، فاهم؟ ما تفتحش بقك تاني نهائي. مش عايز اسمع بقك ده ياخد هوا. خلاص يا ميحة، خلاص انا مش ههزر تاني، صدقني مش هقول نكت بايخة تاني، هقول لك نكتة حلوة. انت قلت نكته حلوه، عشان لو مش حلوه انا هنفوخك. انا بقول لك اهو. لا حلوة، بس اسمع بس. بيقول لك مرة واحد اتخطف، فالمهم عرف يتصل بأهله من ورا العصابة. فاللي رد عليه مين؟ أبوه. فالواد بيقول لأبوه: يا بابا الحقني يا بابا، أنا مخطوف، أنا في خطر، الحقني أنا في خطر. فقام أبوه رد عليه وقال له إيه؟ قطر ولا اليمن؟ انا بقول لك اسكت اسكت يا استنى ما تضربش، لسه لها تكملة، في تكملة. فالمهم مين اللي كانت قاعدة جنبهم وسمعتهم؟ أمه. فأمه بترد عليها قالت له: يمن جهينة ولا يمن رايب؟ ابو تقل دم امك، ما بحبوش الواد ده. استنى بس، بيحطنا بالغلط. فالمهم الواد اما خارج للعصابة وقال له: عم يلا عم اعمل اللي انت عايزه، تعالى هبلة. وإذا يفاجئ بمين بقى؟ رئيس العصابة. يرد عليه ويقول له: هبلة كامل. يا حسن ابعد عنا، بص رجلك، ابعد عنا عزيز ثاني. يا اخي غور في ده. انا شو وديك ليه يا اخي؟ غور بقى يا اخي، ده انت عيل رخم. بدك القرف في نكتك المعفنه. خلاص بجد ان احنا مش هقول نكت تاني ومش هقول نكت بايخة تاني، وخلاص مش صدقني، هتكلم جد وهقول، هتكلم كلام جد ومش هقلش تاني خلاص. لو كلامك يا سيحة اتغير زي المرة اللي فاتت هنفخك، هكسرك. اديني بقول لك اهو. لا خلاص ما تخافش. هقول لك فزورة يا عم. بيقول لك: عارف ايه الشبه ما بين الحمار والطاقية؟ لا يا عم ما اعرفش، قول لي. ما طبيعي لان انت حمار وطاقية في نفس الوقت، فمش هتعرف ايه الشبه. ده انت عيل قليل الادب، والادب مش هينفع معاك. انت ايه يا عم انت مش هتحرم انك تقلي في ادبك. طب يا عم عشان ما اقولكش. خلاص يا ميحة، خلاص بقى يا ميحة، ما تزعلش، ما يبقاش قلبك زي وشك بقى. خلاص انا المهم هقول لك النكتة بقى، خلاص هقول لك الفزورة قصدي. خلاص فالمهم بقى هقول لك ايه اوجه الشبه ما بين الحمار والطاقية. حمار بالانجليزي يعني دونكي، ودونكي دي اخرها كي، وكي يعني مفتاح. وفي مثل بيقول: الصبر مفتاح الفرج. وفرج ده ولد صغير ساكن في القاهرة، والقاهرة اخرها هرة، وهرة يعني قطة، والقطة بتشرب لبن، ولبن اخرها بن، والبن من المنبهات، والمنبهات اخرها هات، وهات يعني طاقية. الله الحبيبي. انت قلت ايه؟ ما فهمتش حاجة. انت قرفتني بجد يا سيحة، وانا عايز اسيب لك الدنيا كلها واروح اطلع على القاهرة. انت بجد خنقتني. طيب انت تعرف يا ميحة ان مرة واحد سافل راح القاهرة ورجع تاني؟
ده انت بتستظرف يا ابن الظريفه. يا عم اسكت بقى، يا عم اسكت، يا عم اسكت، خنقتني. طاقتي راحت من الهبل اللي انت بتقوله يا ابني. طب ولا ما تقلش تاني يلا، ما تقلش تاني يلا. خلاص حاضر مش هتكلم، خلاص حاضر. انت عارف المثل اللي بيقول امشي عدل؟ عارفه؟ عارفه، وياك تقلش، اياك تقلش عشان هكسر عظمك دلوقتي لو قلشت. بيقول لك بعد ما تمشي عدل للاخر خش شمال. مفيش حاجه احدفك بيها يا اخي. انت كده ساحه بتهرج، ها؟ انت كده بتهرج. بهرج القميص بره البنطلون. يا عم بس بقى. يا نحا الكلب يا نحا. طب خد دي. بيقول لك مره واحد لبان راح اشترى عماره ملك، مراته طلعت تلم القشطه من فوق السطح.